تعمل ايه لو لا قدر الله حصل لحد قدامك اختناق؟ اول خطوه، حدد بسرعه هو بيختنق فعلا ولا بس بيكح. لو قادر يتكلم او يكح بقوه او يتنفس سيبه يكح وشجعه يكمل، الكحه اقوى وسيله تطلع الجسم الغريب. تاني خطوه، لو مش قادر يتكلم ولا يتنفس ومفيش صوت، دي حاله اختناق شديد، نادي على حد يتصل بالاسعاف فورا او اتصل انت لو مفيش اي حد معاك. تالت خطوه، اقف وراه وميل جسمه لقدام شويه، اضربه 5 ضربات قويه بين الكتفين بباطن ايديك. رابع خطوه، لو الجسم ما طلعش ابدا فورا بنوره هيملك، لف دراعك حوالين وسطه، قبضتك تكون فوق السره وتحت القفص الصدري، اضغط لجوه وفوق 5 ضغطات سريعه وبعدين كرر 5 ضغطات ظهر، 5 ضغطات بطن لحد ما الجسم يطلع او الشخص يفقد الوعي. ملحوظه مهمه، لو المصاب حامل او عنده سمنه شديده، بدل ضغطات البطن اعمل ضغطات صدر، يعني ايدك تكون على الصدر مش البطن. خامس خطوه، لو فقد الوعي نزله على الارض فورا وابدا السي بي ار، ضغطات صدر، وتكون طبعا متصل بالاسعاف. واثناء السي بي ار لو شفت جسم غريب واضح في الفم شيله، انما ما تدخلش ابدا صباعك لو انت مش شايفه. ومهم جدا ما تشربوش ميه، ما تهزش راسه وما تسيبوش لوحده. وفكر كويس جدا قبل ما تعمل اي حاجه.